أتصور. اي يعني هي دوب مركزة في صباح الخير مزون. نور. الآن طبعا ننتقل مع زميلتنا مزون، نصل لنتعرف على موجز لأهم الأخبار. صباح الخير. تمكن رجال المقاومة والجيش الوطني من نزع عشرات الألغام في عد ولحج وأبين. الميليشيات زرعت الألغام على جوانب الطريق وداخل الأحياء وقرب المنازل، وهذه الألغام هددت حياة الناس الأبرياء. بعد شهرين لن يصل الغذاء إلى 2 شخص نازح في العراق بسبب نقص الأموال. منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قالت إن خط الإمداد الغذائي يجعل أكثر من 2 شخص أحياء، وإذا انقطع فالوضع سيكون مأساويا. موجة الحر تجتاح عاصمة الثلوج موسكو. مركز الأرصاد أعلن أن درجة الحرارة وصلت إلى 33 درجة مئوية، وهذه أعلى درجة تعيشها موسكو منذ 70 عاما. موجة الحر هذه مستمرة إلى الأسبوع المقبل، ومعروف أن موسكو من أبرد العواصم، وفي الشتاء تبلغ أحيانا درجة الحرارة 33 ولكن تحت الصفر. النساء أبرد من الرجال. دراسة علمية تقول إن النساء يشعرن بالبرد أكثر، ولكنهن أقدر على الحفاظ على حرارة الجسم أكثر من الرجال. وترى الدراسة أن أجسام النساء تضخ كميات دم أقل إلى اليدين والقدمين، ولهذا يشعرن بالبرد أكثر من الرجال. انتهى موجز الأخبار، نعود من جديد إلى مهيرة فيصل. شكرا يا مزون. أهم شيء آخر خبر فعلا. أنا دايما بكون بردانة يعني، وفيصل لا. النساء رقيقات. يا عيني. وأنت أرق واحدة فيهم. حبيبتي. شكرا. شكرا.